السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مرة تشوفوني، انا نونا ودي قناتي. لايك وشير للفيديو لو عجبكم. هنعمل كده اكلة بس بجد تحفة. حاجة كده من كذا نوع هتعمليها. ممكن تعمليها في عزومة، ممكن تعمليها في مناسبات. هو ناقصها ده كربط كده وطبق محشي كمان وتكون عزومة كاملة متكاملة. بجد حاجة تحفة، وهنعمل في الاخر الفيديو حاجة حلوة اللي هنحل بيها. تعالوا كده هنشوف هنعمل ايه. هنسمي الله وهنصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. معايا كده كمية من البطاطس. البطاطس اللي هي الوسط، بلاش الكبيرة اللي قوي والصغيرة. خليها وسط كده بتكون حلوة معاكي. هي في أي حاجة ممكن تمشي معاكي، بس الكبيرة هتقطعها اتنين والصغيرة هتكون معاكي مش قوي نبدأ كده. جهزت معايا كده طبقين من فيهم مية ويكونوا جاهزين. لأن طبعا البطاطس أول ما بتقشريها لازم تحطيها في المية عشان لونها ما يتغيرش وما يتغيرش طعمها. نبدأ كده نمسك الحبات البطاطس، هنقشرها كده من الجهتين بالطريقة دي. حاولي ما تجر... مش تطلع القشرة تكون تخينة قوي، بس تشيل القشرة اللي هي الأساسية. بعد ما هنقشرها كده هشيل قطعتين من تحت ومن فوق كده. القطعة اللي تحت طبعا عشان تثبتي عليها الحبات البطاطس ما تتحركش أو بتهزاز، تكوني قاعدة ثابتة عليها. والتانية هتبدأي تقوري منها. هتقوريها بالمقورة، بالسكينة، بالمعلقة، بالطريقة اللي انت عايزاها واللي بتحبي تعملي بيها. نبدأ كده أقورها بالطريقة دي وأنضفها وأشيل كل حاجة. واللي هشيله منها أحطه كده في الطبق في المية على طول ويكون جاهز معايا. قورتها بالطريقة دي، قورتها وحطها في الطبق على طول. اللي بيطلع منها في طبق، واللي في بنقورها الحبات البطاطس السليمة بنحطها في المية. عشان طبعا هنستخدم اللي هيطلع منها والحبات البطاطس هنحشيها. طبعا مفيش هنرمي منها أي حاجة. أو أعمل معاكم كمان واحدة هقشرها كده بالطريقة دي. طبعا هتاخد كده الطبق وهبدأ أقطع في الطبق اللي في المية بحيث إيه ينزل فيه على طول ما يتغيرش لونها، ودانها معاكي صبحة ولونها حلو وطعمها أحلى كمان. هقورها، واللي هقوره كده هطلعه في الطبق بالطريقة دي. واللي هقورها حبات البطاطس المتقورة هحطها في الطبق التاني. هخلص كل الكمية بنفس الطريقة كده، واللي هعمله هحطه في الطبق لحد ما يكون جاهز معنا. بعد ما هجهزه ويكون خلصت كل الكمية، هبدأ بقى أشتغل فيها. غسلتها وحطيت فيها ملح وخل عشان ده نحافظها. وسبتها كده واركنها معايا على جنب حوالي نص ساعة أو ساعة لما هجهز طبعا معايا الحشو. طبعا كده ركنتها في ميه بملح وخل. معانا كده طاسة على النار، ونزلت كده بمعلقة من السمنة، ويا ريت تكون سمنة بلدي. ونزلت بنص كيلو من اللحمة، وهبدأ أفرده كده في الطاسة بالطريقة دي لحد ما ياخد لون معايا. ولو لقيتي فيها قطع كده متماسكة، ممكن بهرست البطاطس بالطريقة دي. وهتهرسيها كده وتفكي معاكي اللحمة وتكون جاهزة معاكي. قطعتِ معايا كده كمية من البصل الأحمر والأبيض، خلطتهم على بعض كده. ممكن تعملي الأبيض، ممكن أبيض لوحده أو الأحمر عادي مش مشكلة. أنا عندي البصل ضِفت الاتنين على بعض. نزلت بالبصل بدأت أشوّح فيه كده، ونزلت عليه بملح، فلفل أسمر، كمون، 7 بهارات، وحبّة من الكزبرة، حصينة صغيرة كده من الشطة. وهاقلّب كل المكونات ديّة مع اللحمة لحد ما طبعًا ما تشمي طعم البهارات والريحة الحلوة كده تستوي معاكِ. طبعًا أنتِ عايزة تضيفي فلفل، ده حسب رغبتِك، مش عايزة خلاص. أنا استكفيت بحبّايتين من الطماطم، بشرتهم وشِلت منهم أو تقشّريهم وتشيلي منهم القشر. طبعًا نزلنا بطماطم يبقى لازم ننزل بحبّة من السُكّر، حبّة صغيّرين خالص، طبعًا بس عشان الحموضة بتاعة الطماطم. وهابدأ كده أقلّب فيهم لحد ما تتشوّح وتستوي معايا. هابدأ كده أشيلها من على البوتاجاز أركنها كده على جنب. معانا كده طاسة تانية هانزل فيها بحوالي نُص كوباية من الزيت. وطبعًا البطاطس طلّعتها من المَيّة وصفّيتها، وهابدأ أحطها كده في الزيت بعد ما يسخن. وهتاخد بس على كل جهة حوالي دقيقة أو أقل من دقيقة. تاخد بس لون يتغيّر لونها بس. أنا مش عايزة أقليها أسويها سِوَى كامل، أنا عايزة بس تغيّر لونها لإنها طبعًا لسه هتخش الفرن، فطبعًا هتكمّل سِوَى في الفرن. بعد ما تاخد لون كده حوالي نُص دقيقة أو أكتر شوية، وهتبدئي تقلبي على الجهة التانية تاخد برضه معانا لون خفيف كده. وهابدأ أطلّعها في طبق اللي أنا هاحط فيها بعد عشان أحشيها. هانزل كده بالرصة التانية هاعمل فيها بنفس الطريقة كده، هاقلبها على كل جهة تاخد لون خفيف أو لون أصفر خفيف كده. وهاطلّعها. وبعد ما أخلّص كل الكمية أقليها معايا أو نُص قلية كده بالطريقة دي. معانا البطاطس اللي أنا مطلّعاها مقوّراها ومطلّعاها من البطاطس نفسها. هانزل كده على الزيت بكمية البطاطس. طبعًا إحنا قُلت هنستخدم كل حاجة فيها، لإن بجد هتبقى أكلة تحفة.
وهنبدأ كده نشوح البطاطس لحد برضه تاخد يعني تستوي معاكِ سواية، بس مش هتاخد لون طبعًا، بس هتاخد معانا سوا معانا كده كل حاجة جاهزة، معانا كمية من البصل اللي ناقصاه معايا، ومعايا فلفل، ومعايا طماطم ومقطعاه، وهانزل بنُص الكمية كده، ونزلت عليهم حتة من الزبدة أو سمنة صغيرة كده، هانزل عليها بحبة من الفلفل الأسمر وحبة صغيرين من الملح، لإن طبعًا الحاجات اللي أنا ضفتها البصل والفلفل والطماطم مش عليها أي توابل، والتوابل اللحمة طبعًا مش هينزل فيها حاجة، لإن طبعًا هتبقى جواها حباية البطاطس. وأقلّب كده السمنة بالطماطم والبصل والفلفل، هاقلّبهم كده مع بعض والبهارات، وهافردهم كده في الصينية ويكونوا جاهزين معايا. نبدأ في حشو البطاطس، هنحشيها اللحمة اللي إحنا عصّجناها وجهّزناها معانا بالطريقة دي. طبعًا أنا قُلت لو أنتِ عايزة تضيفي أي حاجة تانية جزر، تضيفي فلفل ألوان، ده حسب رغبتِك. أنا هاحشيها بالطريقة دي، واللي هاحشيها هاحطها في الصينية، طبعًا بتكون واقفة معانا لإن طبعًا أنا عاملة لها قاعدة، دي عملت لها حتّة كده من تحت تعمل قاعدة بتبقى ماسكة نَفْسها، ما بتقعش ولا بتتحرك زي ما هي. حشيت كده كل الكمية وجهّزتها وجاهزة معانا. هانزل كمان بس بحوالي ربع كوباية من المَيّة، لإن طبعًا هي مش فيها أي مادة سايلة، فدخّلتها في الفرن وهاسيبها تستوي معانا، نسيبها تحت كده ونطفي عنها الشواية، وبعد كده أمّا تبدأ تستوي تدّيها لون بس، أولّع الشواية تاخد معايا لون. معانا كده علبة من الشوربة، ونزلت عليها بنُص معلقة من السمنة، وهنبدأ ندهن الصينية كمان دهنة سمنة خفيفة، ومعانا كده كمية من الرقاق، يعني أحلى صينية رقاق هنعملها وتكون جاهزة معانا. بنوسّع الحتة كده جنبنا عشان نبدأ نبِل الرقاق معانا، صينية كده أو حاجة كبيرة عشان تبِلّي فيها ما تغرقيش الدنيا بالمعلقة. الشوربة على فكرة أنا نسيت أقول لك، هي ساخنة بس مش بتغلي، يعني تكون ساخنة السخونية اللي هي المضبوطة، يعني ممكن تقدري تتحمّليها شوية أو فوق منها شوية صغيرة كده، بس ما تغليش الشوربة لإن لو غليتيها هتعجن معاكِ الرقاق. وهنبدأ كده بالمعلقة أو بالكبشة كده بالطريقة دي، مش عارفة أنتم بتسموها إيه، إحنا بنسميها معلقة وأحيانًا كبشة. فطبعًا ديّة ناخد كده من الشوربة ونبِل الرقاق كده بالطريقة دي، كأنِّك تعملي كده رقين، 3، 4 حسب ما أنتِ عايزة، يعني يعني الرصة الأولانية اللي أنتِ عايزاها، عايزة تحطي 3 تحطي 4 حسب رغبتِك، حتى لو اتكسرت ما تخافيش هنحطها تاني وهتتماسك معانا زي ما هي كده. مليت كده حطيت 3 طبقات، وهانزل بكمية من اللحمة اللي أنا معصجاها وهافردها كده، بس حاولي ما تجيبيش اللحمة للأطراف، بس عشان ما تتحرقش معاكِ، لإن طبعًا مش في حاجة هتكون فاصلة بين الصينية واللحمة، فحاولي تخلّيها بعيدة عن الأطراف. فردتها كده وهانزل معانا بكمية الرقاق الباقية، وتبِلّي الرقاق بالطريقة زي ما بليناها أول مرّة، وهنحطها كده على الوش، ونحط 3 طبقات تحت و3 فوق، ونزلت كده بحبّة من الشوربة على وش الرقاق، طبعًا مش كانت بلت أوي فضفتها حبّة، هاركنها معايا على جنب كده بس تطرى معايا وتتشرب من الشوربة وتكون جاهزة معانا. معانا كده كوباية من اللبن ونزلت عليها نُص كوباية من الشوربة، ومعايا معلقة زبدة ومعلقتين من الدقيق، معانا طبعًا الزبدة ونزلنا عليها بالملح، وهانزل عليها بحبّة من الفلفل الأسمر، وهندوب ده كلّه على البارد. بعد ما هندوبه على البارد هناخده كده على البوتاجاز وهنقلّبه لحديت ما يدّينا القوام المضبوط. أنا طبعًا هاخلّي الزبدة للآخر بس بعد ما يستوي، وهاحط الزبدة على الوش كده وتفُك وتتقلّب فيه وهتبقى تدوب فيها. جهزت معاه كده بعد ما جهزت البشاميل اللي أنا جهزته طبعًا هو ني في ني كده، ونزلت كده البطاطس، نزلت بالفلفل والطماطم والبصل الباقي، نزلت بيه على البطاطس اللي أنا شوحتها في الطاسة، وهانزل عليها بحبة من البهارات، نفس البهارات اللي ضفناها على اللحمة، ونُص مكعب من الشوربة، وهنقلب كل ده مع بعضه بحيث يكون جاهز معانا. كده كل حاجة جاهزت، هنجيب كده الصينية الأول بتاعة الرقاق، هندهنها دهنة سمنة كده من على الوش أو زبدة حسب اللي موجود عندِك، أنا دهنتها سمنة وهادخّلها الفرن، طبعًا هتستوي معانا مش هتاخد وقت يعني نُص ساعة بالكتير، يا ريت تدخّليها الأول حوالي 10 دقايق الأول، وبعد كده تولّعي عليها الشواية في الآخر تتحمّر من فوق، لإن طبعًا بتاخد الوقت من تحت لأكتر. معانا كده الصينية اللي هنعمل فيها والبشاميل اللي إحنا جهّزناه نزلنا عليه الزبدة، هانزل كده كمية بسيطة من البشاميل، وهننزل بالكمية البطاطس اللي إحنا عملناها وشوّحناها، ونزلنا عليها ببصل وفلفل وطماطم والبهارات بتاعتها، هنفردها بالطريقة دي، وهانزل كمان بمعلقتين من البشاميل بس عشان يمسك في بعضه كده، ونزلت بكمية اللحمة الباقية، وهنبدأ نفردها كده ونضيف عليها كمية البشاميل كلّها اللي باقية.
وانزل عليها بالبشاميل كده. بعد ما نزلنا بالبشاميل معانا كده كمية من الجبنة من الجبنة، وهنضيفها كده على الوش طبعا، بس الموتزاريلا بس عشان تاخد معانا لون. عادي انت ممكن تستغنى عن يعني خطوة الجبنة ديت وتستكفي بالبشاميل بس وخلاص. بس دي طبعا بتزود الطعم وتعزز منه وبتديها قيمة، بتكون أحلى معاكي وبتديها مطة حلوة كده. ننزل كده بالجبنة على الوش كده كمية كبيرة حلوة كده على الوش، وتغطيها وتدخليها الفرن. الأول سيبها حوالي 5 دقايق برضو قبل كده، قبل ما تولعي الشواية، وبعد كده تولعي الشواية تسيح معاكي الجبنة وتاخد معاكي اللون. كل حاجة بتستوي كده في الفرن وجاهزة معانا. معانا كده خيارتين بشرناهم وصفينا منهم المية، نزلنا عليهم بالمايونيز، معلقتين من المايونيز وعلبتين من الزبادي. على فكرة المايونيز ده أنا عاملاه في البيت ومجهزاه، يعني كل حاجة بنعملها في البيت بنوفر فلوسنا وتوفري فلوسك من حاجات بسيطة. ونزلت بمعلقة من الخل، ومعانا فلفل أسمر وملح وكمون، ونزلنا بمعلقة خل، وهنزل عليهم كمان بعصرة ليمونة. وتكون سلطة الخيار بالزبادي معاكي جاهزة، بتبقى تحفة. بتكون جنب الأكل ده، بتكون يعني بترطب كده مع الزبادي، وبتكون بتقيله حاجة حلوة وقيمة كده، وتزين السفرة سفرة يعني بجد ملوكي يعني، أو غدوة من الآخر كده حلوة. يعني عملنا فيها كل حاجة وبنكون مجهزينها معانا. هتقدميها كده يعني ناقصها كده قلنا يعني طبق محشي كمان وبطة كده على الوش كده، وهتعملي أحلى عزومة وتقدميها. بس طبعا ده غدا للبيت عادي يعني احنا عاملينه، يعني بنحب من وقت للتاني كده نعمل غدوة حلوة. وانزل كده بسلطة الخيار بالزبادي، هنفضيهم كده في الأطباق التقديم، وننزل بس على الوش كده بنص معلقة أو أقل من نص معلقة من الزيت. بس طبعًا دول الأولاد معايا، كانت بنتي جاية تزورني وهي كمّلت معايا آخر العزومة كده. طبعًا الرقاق اتحمّر شايفين من فوق عامل إزاي، وهنقلبه معاكم بالطريقة دي، من تحت ومن فوق، واخد لونه مقرمش كده ومن جوّه طري، بيكون خفيف يعني ما بياخدش كمية سمنة أو دهون كتيرة، يعني هو بس الوش بس اللي إحنا بنضيف عليه. معانا كده سلطة الزبادي، معانا البطاطس، معانا لأ تقوير البطاطس عملناه كمان وجبة حلوة، ومعانا سلطة الزبادي ومعايا مايونيز. بس بجد أكلة تحفة، هنقول بالهنا والشفا. بالهنا والشفا للي كل، بالهنا والشفا للي شاف، واللي هيجربها ويقول لنا رأيه فيها إيه. وهنقول لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير، وتكتبوا لنا كده كومنت وتعليق منكم. حاولوا تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى قناتنا على اليوتيوب. بس مش هنقول لكم مع السلامة لسه إلا لما نعمل معانا الحاجة الحلوة. هنعمل كده صينية أم علي، ممكن طاجن، ممكن تعملي طواجن كل اللي هي صغيرة، كل واحد ياخد الطاجن بتاعه، يعني اللي انت عايزاه. اللي عايزة تعمليها كده ويبقى الكل ياخد منها والعيلة كلها كانت تكون ملمومة مع بعضها، ونعمل الأكل كده ونطلع منه كده كل واحد ياخد طبقه، تكون أحلى كتير عشان بس العيلة تلتم. ويا ريت الناس تبدأ تلم نفسها كده والعيلة تكون موجودة، والكل يحط كل حاجة كده ي- يعمل بيها أو ناكل منها كده من صينية واحدة زي زمان عشان الناس تلتم ويكون قلوبها معانا. قطعنا كده كمية من الملفيه ونزلنا عليه بزبيب وجوز الهند، بس طبعا هي ضافته، بس للأسف يعني حدانا الأولاد مش يعني بيميلوا للمكسرات قوي. انت ممكن تضيفي أي نوع مكسرات، ممكن تعمليها سادة حسب الرغبة. نزلنا كده بمعلقة من الزبدة، معانا اللبن سخن، ومعانا كريم شانتيه، ومعانا طبعا هنضيف عليه السكر، وهنضيف عليه طبعًا فانيليا، ونضيف سكر على الملفيه، وهنضيفه برضه على اللبن، وهنقلبه كده ونقلب كل المكونات دي مع معلقة كريم شانتيه وكل حاجة. طبعًا اللي قلنا الفانيليا هتضيف، وهنبدأ نقلب كل حاجة معانا، وتكون كل حاجة كده جاهزة معانا. طبعًا معانا اللبن سخن، والفرن طبعًا معانا سخن وجاهز زي اللي معانا. طبعًا إحنا عملناه بعد ما اتغدينا كده وشربنا الشاي، فحبينا نعمله بعدها بحوالي ساعة كده لمّا إيه الأكل يتهضم ويتحرك كده وإيه، ونبدأ نقعد نحلي مع بعض. طبعًا العيلة أمّا بتلتم نبدأ إيه نلمها كده ونعمل حاجة حلوة بعد ما نتغدى ونرتاح شوية. ونزلت كده كريم شانتيه كان موجود عندي في الفريزر، طلعته وضفته كده على الوش بالطريقة دي. ممكن تعملي معلقة تضيفي عليها حبة من المَيّة وتعمليها وتجهزيها، ممكن تستغني عن الخطوة دي حسب رغبتِك. ومعانا كده علبة من القشطة، نبدأ كده نحطها على الوش. أنا عايزة أعزّز الطعم ويبقى معايا اللون معايا حلو تحفة، يعني بجد أحلى يعني حاجة حلوة بنعملها اللي هي أم علي، أنا باحبها عن نفسي باحبها كتير. معانا كده زبدة هنضيفها على الوش كده بالطريقة دي،
نبدأ كده حتت كده نوزعها على الوش كده، ومعانا كده حبة من السكر هنضيفهم كمان. طبعا السكر بيدي لون وبيكرمل معاكي الحاجة وبتكون معاكي حلوة. طبعا في الوقت ده بتدخليها الفرن. الفرن يكون ساخن من فوق ومن تحت، وضفت طبعا ضفت السكر بس ده لون التحمير وبيكرمل معاكي. دخلتها الفرن، خدت لون بالطريقة دي، وقرمشة من على الوش كده بتقرمش، ولون كرمل حلو معاكي بجد تحفة. وتكون طرية كده، واللبن يعني يكون الحاجة طرية مش ناشفة، تكون طرية يعني جوسي معانا كده حلوة، والوش كده مقرمش وحلو. وهنقدمها كده ونحطها كده على الصينية أو على الترابيزة، والكل يغرف طبقه. طبعا بنتي غرفت الطبق بتاعها، بس هتعمل فيه حاجة يعني غريبة شوية. فهي معاها كده آيس كريم، حبّت تضيفه عليه كده وبتدّي له يعني طعم. حطّيته كده عليها، ودي طبق هي حابة تعمله بطريقتها. طبعًا أنتِ عايزة تعمليه ده حسب رغبتِك، هو مش الكل عملها، هي بس اللي عملته وضافته على الوش كده وبتدّي له يعني إيه طعم، وضافته وقطّعت منه وكلت منه على على أم علي بالطريقة دي. بس بجد أحلى طبق بشاميل، آسفة بشاميل إيه، طبق أم علي كلناه، بس بجد تحفة، مش قادرة أوصف لكم. بس بجد هو عجبها بالطريقة دي. لو انتوا عايزين تجربوها جربوها، مش عايزين خلاص. هنقول انتهى الفيديو، ونشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. ومع السلامة، وما تنسوش اللايك. بالسلامة، باي باي.